هو الحقيقة ان انا مش شبهه في الواقع يعني، لكن هو بيقلدني. لا حقيقي يعني حضرتك في المسلسل مش عارفة يعني، هو ده دليل على ان حضرتك تقمصت الشخصية بشكل اعتقد عميق جدا، الله يكرمك. لدرجة ان انا حسيت ان ملامح حضرتك قربت جدا جدا من ملامح نجيب الريحاني. يبقى المكير شاطر. طب انا عايزة اسأل حضرتك، هو ايه اصعب مشهد كان بالنسبة لك؟ اصعب مشهد. والله هو الدور كله كان صعب، وانا عارف وانا شغال ان الناس هتبص بصه، يعني هيدوروا على نجيب اللي هم يعرفوه. واحنا اتفقنا مع الاستاذ فاضل من الاول، قال لنا ان احنا مش بنقلد، ولو قلدت هيبقى غلط، فههتم بالشكل وبالحركات وكذا، والاهم ان احنا نهتم بالروح وبالتفاصيل. يعني الظروف اللي مر بيها والتفاصيل بتاعت حياته وكده. فالمهم ان انا احسها واحاول اوصلها مش اقلده. فما كانش الرهان بيني وبين نفسي على ان اقلده، لان لو الرهان كده انا مش هشتغل. شوفوا مونولوجيست يعمل الدور هيبقى احسن مني، هيبقى احسن بكتير.